السلام عليكم. اهلا بكم في تقديمات ابو الفتوح نادي. جهزوا كوبايه الليمون بتاعتكم. النهارده معانا حلقه ممتعه. النهارده هنتكلم عن شخصيه غامضه ذكرت في القران الكريم وحيرت العلماء والمفسرين والناس عبر القرون. هو الخضر. من هو؟ هل هو نبي ام ملك؟ خلينا نبدأ القصة من البداية. في سورة الكهف ربنا حكى عن لقاء مع سيدنا موسى عليه السلام مع عبد من عباد الله أتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. في هذه الحلقة سنأخذكم في رحلة عبر الزمن نكتشف فيها أسرار هذا الرجل العجيب ونسأل من هو الخضر، وهل لا يزول حي حتى اليوم، ولماذا اختلف عليهم العلماء؟ تابعوا معي للنهاية. هناك سؤال ينتظركم ليختبر مدة تركيزكم. من هو الخضر؟ الخضر عليه السلام هو رجل صالح ذكره الله في سورة الكهف. اسمه غير مذكور صراحة في القرآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشير له في أحاديث كثيرة باسم الخضر، وقد وصفه الله إنه عبد من عباده واداه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، أي إن الخضر نال علم الله خاصا لا يعلمه الناس العدوان، بل حتى نبي مثل موسى عليه السلام لم يعرف. في قصة مشوقة وردت في سورة الكهف، طلب الله من نبي موسى عليه السلام أن يتعلم من الخضر. قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، لكن موسى أصر فوافق الخضر بشروط: لن يسأل عن شيء حتى يحدث له ذكر. وفي رحلتهم حصلت 3 مواقف غريبة. 1. حرق سفينة اللي كان ملكها لمساكين في البحر. 2. قتل غراب صغير. 3. بنى جدار في قرية رفض أهلها أن يضيفوهم. موسى لم يستطع الصبر فأسأله في كل مرة، وفي النهاية شرح له الأسباب في كل تصرف، وكانت كل الأفعال رحمة من الله. هل الخضر نبي أم ولي ولا يزول حي؟ العلماء اختلفوا في أمر الخضر، هل هو نبي؟ بعض العلماء تقول نعم، لأنه يتلقى وحي من الله ويملك عالم لدينا، وهذا لا يكن إلا لنبي. هل هو ولي؟ بعض الآخرون يرون إنه عبد صالح فقير ولا نبي. أم السؤال الأكثر غموضة فهو: هل ما زال الخضر حي؟ هناك روايات بتقول إن الخضر حي منذ آلاف السنين ويطوف الأرض ويساعد الصالحين، ولكن هذا القول ضعيف من حيث السند. رمز الخضر في التراث: الخضر أصبح رمز للحكماء والصبر في التراث الإسلامي والعالمي، والبعض يربطه بالمعلم الباطني، والبعض يراه رمز للأمل في الأوقات المظلمة. وفي بعض القصص الشعبية المصرية يقول أن الخضر يظهر في صورة رجل طب يساعد الناس ثم يختفي فجأة. سؤال الحلقة في قصة موسى والخضر: ما هو السبب الذي جعل الخضر يقتل الغراب؟ قصة الخضر تذكرنا دائما أن من نراه شر قد يكون خير ولن نعلم. وإذا وجدت موقف غريب تذكر قول الخضر: ما فعلته عن أمر فكل شيء بيد الله، وكل أمر عنده بحكمة لا نعلمها. لا تنسوا تشتركوني في التعليقات، هل تعتقدوا أن الخضر ما زال حي؟ ولماذا؟ وإن عجبتكم الحلقة اضغطوا لايك واشتراك لأن اللي جاي غريب. ما تنسوش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.